هل ممكن يجتمع المرض النفسي والمرض العقلي في شخص واحد في نفس الوقت؟ ده ببساطة كان سؤال أحد المتابعين لينا على الفيديو اللي فات، اللي احنا اتكلمنا فيه عن الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي. فلو انت ما شفتش الفيديو اللي فات، حاول ترجع تشوف الفيديو اللي فات قبل الفيديو ده، وبعديها شوف الفيديو ده. بص يا صديقي، ببساطة ان ايوه وارد بتحصل كتير جدا ان يكون الشخص يجمع بين المرض النفسي والمرض العقلي. ازاي؟ مثلا المرض النفسي زي الوسواس القهري، الاكتئاب، القلق المزمن او التوتر، والمرض العقلي زي الذهان او الانفصام. فممكن تلاقي شخص عنده اكتئاب وده مرض نفسي، ويكون مصاحبه لأعراض ذهانية زي الوساوس والضلالات، سواء وساوس بصرية، سمعية، تذوقية، شمية أو لمسية. وممكن شخص يكون عنده مرض عقلي زي الانفصام ويكون مصاحب ليه مرض نفسي زي القلق المزمن مثلا. فوارد جدا ان يكون نفس الشخص يحمل المرضين، المرض النفسي والمرض العقلي. وده في علم النفس والمستشفيات بيسموه تشخيص مزدوج، ان الشخص عنده المرضين. ده كان ببساطة الإجابة عن السؤال بتاع أحد المتابعين لينا. يا ريت لو عندكم أي استفسارات أو أسئلة ممكن تسيبوها لنا في الكومنتس أو تراسلونا على رسائل الصفحة. أنا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين. فلو أنت حابب تعلي من صحتك النفسية يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتعمل شير للقناة علشان تساعدنا على الانتشار. وافتكر دايما إن في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.